السلام عليكم. وصفة اليوم غادي ندير معكم 4 ديال الانواع ديال لي ساندويتش ولا فطائر، واحد ستيك في الاخر، كل واحد متميز على الاخر. تنوعوا بهم هكا للوليدات ولا الخدمه اولا حتى هكا ديروهم للغداء اولا العشاء، كيجيو غزالين بزاف، واحد ستيك في الاخر. فكنتمنى انكم تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو فرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للعجين نحتاجو 6 ديال الكؤوس ديال الدقيق ما يعادل 600 غرام، مع 2 كؤوس ديال الدقيق ديال الفينو اولا ديروا السميده الرقيقه. غندير معلقه كبيره ديال السكر، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، وغادي نحتاجو ايضا 2 معالق كبار ديال الزيت النباتيه. وغادي نحتاجو ايضا الماء دافي باش غادي نجمعوا العجين. كتضيفوه شويه بشويه، ممكن تعجنوها في العجانه اولا تعجنوها باليد ديالكم. المهم انكم تضيفوا الماء شويه بشويه، في الاول ديروها شويه قاصحه وبقاو تدلكوا فيها وانتم كترخفوا فيها حتى كترخف العجينه وكتكون واحد العجينه اللي كتكون طريه كتلتصق في اليدين، وضروري تدلكوها مزيان. وبالنسبه للملح ما كنديرهاش في الاول حتى كنعجن العجينه شويه، عاد كنديرها وكنزيد واحد شويه ديال الماء وكنعاود نعجن العجينه حتى كتدخل فيها ديك الكميه ديال الملحه هكا كامله، باش الملحه ما كتبطلش المفعول ديال الخميره وكيختمروا لكم دغيا. فاش كديروا الملح من الاول يعني الملحه ما كتخليش الخميره دير الدور ديالها. صافي كيف ما شفتوا العجينه راه كتكون طريه كتلتصق شويه في اليدين، دهنتها بالزيت وجمعتها وغادي نغطيها بلاستيك وبمنديل ونخليها تختمر مزيان مزيان. في هذه المرحله ضروري جدا انكم تخليو العجينه ديالكم تختمر مزيان مزيان. نخليوها تختمر وغادي ندوزو للحشوه. كناخذ واحد المقله كندير فيها شويه ديال زيت المائده، وغادي ندير واحد بصله اللي كبيره قطعتها جنيوحات يكونوا رقاق. بالنسبه لي ما كتعجبوش البصله بطبيعه الحال قطعها مربعات صغار، انا كتعجبني فاش كنطيبها هكا حتى كتحمر كتجي هكا زوينه. النار تكون عاليه ونبقى نحرك فيها كيف ما شفتوا حتى كتبدا هكا تحمر وكتعسل وكتهبط مزيان. غادي نخليها على جنب هكا في المقله، وغادي ندير هنايا صدر ديال الدجاج اولا ديروا لدان الكميه على حسب الرغبه ديالكم، على حسب الكميه ديال البطوط اللي غادي تعمروا. غنخلي دائما النار تكون عاليه، نخليه تشحر شويه عاد كنخلطوا مع ديك البصله. وملي كيتشحر ليا داك الدجاج غادي نضيف شويه ديال الفلافل، الا كان عندكم بالالوان يكون افضل. قطعته رقيق جدا حيت ولدي ما كياكلوش باش ما يبانش ليه. المهم قطعوه بالطريقه اللي بغيتو. نخليه يطيب شويه من بعد نضيف التوابل، الملح، الابزار واحد شويه، شويه ديال الخرقوم وشويه ديال الثوم المجفف وشويه ديال توابل ديال البيتزا اولا ديروا التوابل ديال الدجاج. وغادي ندير واحد شويه ديال المطارد، معلقه ديال ياغورت طبيعي، وجوج قطع ديال الجبن المثلث اولا ديرو ديال الساندويتش، كيعطيو واحد التعليكه واحد المذاق زوين هكا لهاد الحشوه. واخر حاجه واحد شويه ديال الزعتر كنحكو هكا بين يديا. صافي غادي نخلط وغادي نطفي على الحشوه. كتكون الحشوه الاولى واجده. بالنسبه للحشوه الثانيه عندي بطاطا اللي سلقتها من قبل. بالنسبه للكميه كيف ما قلت لكم على حسب الكميه اللي بغيتو تعمروا، انا درت غير واحد الحبه. شويه ديال الخيزو اللي محكوك في الحكاكه الغليظه، وشويه 2 حبات ديال البيض اللي سلقتهم وحكيتهم، شويه ديال المايس، شويه ديال الزيتون الاخضر، وعلبه ديال الطون ديال الزيت. انا كنديرو حتى بالزيت ديالو كيعجبني. الا ما كيعجبكمش بطبيعه الحال بالزيت راه صفيو وعاد ديروا الطون. غنزيد ايضا شويه ديال زيت الزيتون هذه اللي منسمه بالاعشاب، شويه ديال الملح حيت البطاطا ما سلقتهاش مع الملحه. الا سلقتوها مع الملحه ما تزيدوش الملحه نهائيا، حيت عندنا الطون مالح وعندنا الزيتون مالح، يعني كلشي مالح يلا كيجي هو داك. شويه ديال المايونيز، واحد المعلقه كبيره حتى لجوج، وصافي وكنخلط كلشي مزيان. هذه هي الحشوه. ممكن بطبيعه الحال تزيدوا معها حتى الكاشير اولا لانشون. العجينه من بعد ما كتختمر كيف ما قلت لكم في هذه المرحله خمروها مزيان، حيت من بعد ما غاديش نخليوها تختمر بزاف. يعني ضروري هذه المرحله تختمر مزيان باش هكا كيجيكم مفشفشين. كنرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق، وغادي نقسم العجين 2 ديال الحصص باش هكا كنتحكم فيها منين كنسرحها، ما تسرحوهاش هكا كامله دقه بحده. غادي نشكلهم كريات. واحد الكريه غادي نخليها على جنب، نغطيها بطبيعه الحال باش ما كتكونش هكا واحد القشره، وغادي ندوز للكريه الثانيه وغادي نسرحها. دائما بطبيعه الحال كترشوا الدقيق وانتم كتسرحوا العجين ديالكم، ولكن ما تكتروش باش ما تيبسوش العجينه، وبقاو مره مره هزوا العجينه وسرحوها حتى كتسرحوها تكون هكا رقيقه. ولكن عاود ما ترققوش حتى تبان لكم سطح العمل، باش هكا كيجي شويه يعني ما كيجيش كارم. فاش كيطيب كيجي هكا مفشفش. ملي كتسرحوها كتهزوها وتحطوها عاد تبداو تقطعوا باش هكا ما كديكالاش العجينه وكيجي الشكل ديالها دائري مقاد. من بعد كتقطعوا بقطعه دائره اي حجم بغيتو، اي شكل بغيتو. بغيتو ديروا شي شكل اخر بطبيعه الحال يمكن لكم. صافي ملي كتقطعوها مباشره كتهزوا هذوك القطع اللي شكلتو وكديروهم هكا فوق واحد المنديل وتغطيهم بطبيعه الحال باش هكا ما كتنشفش العجينه. دوك لي شيت ديال العجينه كنجمعهم كنخليهم يتطلقوا، عاد كنعاودو نسرحوهم بنفس الطريقه.
بعد ما ساليت التشكيل ديالهم كاملين انا مباشره كندوز نطيب مع التصوير. كنتعطل يعني ما كنجي فين نسالي التصوير كنت كنلقاهم راهم اختمروا. كنبدا باول وحدين صايبتهم هما الاولاني. الا كنتو بطبيعه الحال كتسربيو يعني خليو العجينه ديالكم تخمر غير 5 دقائق ما تفوتوهاش. ما تخليهمش يخمروا عفوا كتر من القياس. لا خمروا كتر من القياس ما غاديش يتنفخوا لكم في المقله. كديروا المقله كتسخن من الاحسن تكون ماشي النوع الثقيل تكون هاد الخفاف هادو ديال الكرانيت اولا المهم ما تكونش المقله ثقيله. ديروهم يسخنوا النار تكون عاليه كتحطوهم مباشره كتقلبوهم يلا كيبداو هكا يبغيو يتنفخوا كتقلبوهم وتبقاو تقلبوا فيهم حتى كيتنفخوا كيف ما غادي تشوفوا معايا في الصوره هنايا. راه كلهم كيتنفخوا يعني غير ضروري النار تكون عاليه وكما حطيتوها تقلبوها وكما قلت لكم ما تخليوش يختمر في المره الثانيه. خمروهم مزيان في المره الاولى والمره الثانيه غير 5 دقائق راه كتكون كافيه. يعني الله كتبدا تطلع فيهم هاد شويه الخميره صافي كتبداو طيبوهم. منين كتزولوهم مباشره كديروهم هكا في منديل وكتغطيهم باش كيبقاو لكم هكا رطيبين. ها انتم راه صورت لكم بزاف ديال المقاطع كيف ما شفتوا راه كيجيو هكا يعني منفوخين بحال البالون خاويين من الداخل ومفشفشين في نفس الوقت. غير التزموا بهاد النصائح اللي عطيتكم. اكيد اللي عندها مشكل مع البطبوط راه ما غاديش تلقى معاه مشكل مازال. وضروري تغطيهم باش كيبقاو كيف ما قلت لكم مرطبين. الا خليتيهم هكا معريين راه غادي يجيكم قاصحين واخا يتنفخوا. صافي كيف ما شفتوا راهم كيجيو رطيبين وغادي نقسم لكم باش تشوفوا كيفاش دايرين من الداخل. يعني خاوين ما فيهمش البابه وفي نفس الوقت راهم مفشفشين وزوينين بزاف وخاويين من الداخل. كيف ما قلت لكم انا درت كميه كثيره حيت بغيت نديرهم في الفريغو. ولا بغيتو كميه اللي قليله بطبيعه الحال راه غديروا نص المقادير. صافي هنايا كنبدا نعمرهم بالحشوه. بالنسبه لديك الحشوه البارده ما كنزيد معها حتى حاجه كنديرها غير هكا. ممكن تزيدوا لها شويه ديال الجبن الاحمر هكا محكوك ديروهم من الفوق اولا تقطعوا قطع صغيره وديروا حتى مع الحشوه غادي يعطي واحد المذاق اللي زوين. وبالنسبه لديك الحشوه ديال الدجاج فكندير شويه ديال الخس وكندير هذيك الحشوه وغادي نزيد جبن ديال الساندويتش. وممكن ايضا دهنوا الخبز ديالكم بالصلصه الا بغيتو يا اما مايونيز كيتشوب اي صلصه كتفضلوها. بطبيعه الحال الصلصه حتى هما راه كيزيدوا واحد المذاق اللي زوين. انا غادي نكمل نعمرهم عفوا كاملين بنفس الطريقه. بطبيعه الحال ما غاديش نعمر هذيك الكميه كامله اللي طيبت غنعمر غير القياس اللي غادي دير لي هاد الحشور. الكميه المتبقيه كنديرها في بلاستيك وكنديرها في الكونجيلاتور ملي كنبغي كنجبدو كيكون عندي ديجا كنوجد غير الحشوه. يعني كتجيني الخدمه سهله فاش كيكون في الفريغو راه كتهناو. هنا بالنسبه للعصير خديت 3 حتى 4 الحبات ديال الخيزو على حسب الكميه ديال العصير اللي بغيتو ديرو. سلقتو من الاحسن الا كان عندكم بالماء حيت كان عندي في الفريغو وخليته حتى تطلق يعني ما بقاش ليا الماء ديالو. درتو في الكاس ديال الخلاط نزيد عليه حبه ديال البناني الا كانت كبيره. كانت صغيره غادي ديروا 2 حبات وغادي نزيد الماء. غندير الماء شويه في الاول حتى نطحن عاد نزيد عاود الماء. نزيد 2 معالق حتى 3 ديال السكر على حسب واش كتبغوا الحلاوه بزاف اولا لا اولا ديروا العسل. صافي وغادي نطحن مزيان حتى كيتطحن ليا الخليط. عاد غادي نعاود نزيد ليه شويه ديال الماء. كنطحنو في الاول يكون هكا ثقيل من بعد نعاود نزيد الماء القياس ديال الماء اللي بغيتو. صافي وكنزيد اخر حاجه ياغورت بالمذاق ديال الخوخ كيعطي واحد المذاق اللي واعر بزاف. من الاحسن ديروا 2 ديال ياغورت باش يجيكم المذاق ديالو احسن. صافي وكتعاودوا طحنوا مزيان وإلا بان لكم ثقيل بطبيعه الحال كتزيدوا ليه الماء. نتوما كتحكموا في القياس على حسب كيفاش بغيتوه واش بغيتوه ثقيل او لا خفيف. وهذا هو الشكل ديالو. انا درتو ما تقيلش بزاف في نفس الوقت ماشي جاري فراه كيجي المذاق ديالو زوين بزاف واقتصادي وتبارك الله راه كيخرج الخير والبركه. وبهكا كنكون وصلنا نهايه الفيديو. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال بطبوط معمر اللي شاركت معكم بجوج ديال الحشوات اللي مختلفين وبعجينه اللي غادي تجربوها متاكده غادي تنجح معكم الا تبعتوا النصائح والاسرار اللي عطيتكم في وسط الفيديو. عمرو غادي يحشمكم كيجي من فوق خاوي من الداخل مفشفش رطب وزوين زوين بزاف والشكل ديالهم زوين. وحتى هاد الحشوات راهم غزالين يعني تنوعوا بهم. ديروا غير حشوه وحده اللي عجبتكم ديروها فراه كيجيو لذاذين بزاف. وحتى العصير اقتصادي حتى هو وكيجي المذاق ديالو زوين بزاف. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الى عجبكم ما تنساوش كيف ديما توصلوا لاكبر عدد ديال لي لايك تشاركوا مع الحباب ديالكم والاصدقاء. تخليو لي التعليق ديالكم الزوينه اللي كتفرحني وكتشجعني. وشكرا لكم بزاف بزاف. تهلاو في راسكم تنتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجو هنايا في المقادير 3 الحبات ديال البطاطا او البطاطس. وبطبيعه الحال الكميه على حسب عدد افراد الاسره. هنايا البطاطا كنقشروها وكنغسلوها وكنقطعوها مربعات اللي صغارين باش هكا دغيا كطيب. وممكن ايضا تسلقوها بالقشره ديالها وديروها في الكوكوط وتسدوا عليها حتى طيب وتقشروها عاد تمعسوها كيبقى لكم الاختيار. ولكن الطريقه باش كتقطعوها كطيب لكم هكا بسرعه الا قطعتوها قطع اللي صغيره. هنا كيف ما كتشوفون بعد ما قطعتها هكا كامله كناخذ كاسرونه كنوضع فيها الماء وكندير هذيك البطاطا
هكا كامله، وغادي نردها فوق النار وغادي نخليها حتى كتسلق بشكل جيد. ضروري جدا انكم تخليوها طيب مزيان مزيان. هنا في الوقيته اللي كطيب البطاطا غادي ندوزو نحضروا الخلطه اللي غادي نديرو فيها المعقوده. غادي نحتاجو كاس ديال الدقيق ما يعادل 120 يكون الكاس عامر مزيان. عندي هاد التوابل هادي، الملح، عندي شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره وشويه ديال الخرقوم، ما تكثروش، غير راس معلقه تقريبا من كل مكون. وعندي واحد معلقه كبيره ديال خميره الخبز الا بغيتو دغيا تخمر لكم. الا كان عندكم الوقت ممكن ديروا غير معلقه صغيره ديال الملح. وغادي نحتاجو الماء اللي دفيتو هكا شويه. بالنسبه للطريقه كنخلطوا دوك النواشف وكنضيف الماء بالتدريج حتى كنتحصل على واحد الخليط اللي كيكون هكا سائل، ولكن ما كيكونش سائل بزاف. بالنسبه للكميه ديال الماء استعملت كاس وشويه، تقريبا غير واحد كاس وجوج معالق. المهم نتوما ديروا عينكم ميزانكم، كاين الدقيق اللي كيشرب كاين اللي لا. المهم يكون الخليط بهذا القوام هذا اللي كيبان لكم هكا في الصوره. كنغطيو الخليط ببلاستيك وكنخليوه حتى كيختمر وكتفاعل هذيك الخميره. هنايا البطاطا من بعد ما كتسلق مزيان مزيان ضروري جدا انها كيف ما قلت لكم تكون مسلوقه بشكل جيد. صفيتها من الماء وخليتها تستقطر داك الماء وخديت كنمعسها مزيان وهي مازال سخونه. كتمعسوها مزيان يا اما بالمعاسه ديال البطاطا اولا غير بالشوكه، المهم انها تمعس بشكل جيد. بعد ما كنمعس هذيك البطاطا كامله غادي نحتاجو هنايا التوابل. الملح، غادي نحتاجو الابزار، الفلفل الاحمر اولا التحميره، الكمون، القزبريه بس مطحون، وايضا الخرقوم اولا الكركم كديروا شويه من كل مكون. وعندي ايضا جوج فصوص ديال الثوم اللي محكوكين ومعلقه كبيره ديال الربيع. من الاحسن الا كان عندكم طري، انا متوفرش عندي درت هذا ديال المجمد. كنضيف هذوك التوابل والربيع والثومه وكنخلط مزيان، يا اما تعجنوا هكا بيديكم اولا غير بالشوكه، المهم حتى كتاكدوا باللي التوابل انسجموا مزيان مع البطاطا. صافي هنايا كناخذ البطاطا وكنبدا نشكلها هكا كريات، نحاول نبسطهم هكا شويه بالراحه ديال اليد ونبدا نحطهم هكا في بلاطو. بالنسبه للحجم انا درتهم هنايا شويه صغيورين باش كيجيوني في لي ساندويتش، كيجيوني هما هادوك في الخبز ديال الساندويتش. نتوما بطبيعه الحال ممكن ديروهم كبر من هادو. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى غادي نشكلهم هكا كاملين بنفس الطريقه. هنا من بعد ما كتفاعل هذيك الخميره ضروري داك الخليط انكم تخليوه حتى كيختمر. كديروا ملي كيختمر كديروا الزيت كتسخن تكون شويه كثيره وديروا النار تكون شويه متوسطه. صافي كتبداو تهزوا المعقوده كتغطسوها عفوا في داك الخليط ديال الدقيق وكتقلبوها هكا في المقلاة في الزيت اللي كتكون هكا سخونه. وديك الجهه اللي كتبان لكم لاصقه فيها الفرشيطه كيتحيد من هذاك الخليط كتزيدوه هكا شويه من الفوق باش ما كتكونش هكا باش ما كتدخلش ليها هكا الزيت من الفوق، حيت هذا الخليط هذا هو اللي كيخلي المعقوده انها تجي ما شارباش الزيت. يعني ضروري تكون مغطيه هكا كامله البطاطا بداك الخليط ديال الدقيق اللي حضرنا. صافي غادي نكمل كاملين بنفس الطريقه، كنحطهم كنخليهم حتى كيتحمروا من الجهه التحتانيه وكنقلبهم باش كيتحمروا من الجهه الفوقانيه. النار تكون اكثر من المتوسطه هكا بشويه باش ما كيتخطفوش. بعد ما كيطيبوا كنوضعوهم هنايا في الورق اللي كيمتص الزيت اولا ديروهم هكا في شي شبكه من الاحسن. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه نطيب هذيك الكميه ديال البطاطا هكا كامله. هنايا ديك الكميه ديال المعقوده من بعد ما طيبتها كتكون بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، راه ما كتكونش شاربه الزيت نهائيا. هنا غادي ندوز باش نحضر بها السندويتشات اللي كيجيو اكثر من رائعين وسريعين في التحضير. غادي نحتاجو هنايا البصل اللي قطعناه شرائح اللي تكون رقيقه جدا، مطيشه ايضا مقطعه شرائح رقيقه، عندي الخس وعندي توه مقطع، عندي هنايا لي صوص اي صلصه عندكم، عندي المايونيز، الكيتشوب، الصلصه الحاره، الصلصه الجزائريه، اي نوع ديال الصلصه متوفره عندكم. وعندنا الخبز ديال الباكيت ولا الخبز ديال السندويتشات اولا ديروا الخبز ديال الدار اللي يكون بطبيعه الحال ديال خاص بالسندويتشات، كيبقى لكم الاختيار. هنا كناخذ الباكيت كنقطعو كنحيد ليه هذيك البابه مزيان. صافي كنوضع كميه من المايونيز وكندير شويه ديال الصلصه الحاره. كيف ما قلت لكم بالنسبه لي صوص ديروا اي صلصه بغيتو، كنحاول انني نوزع هذيك الصلصه مزيان. ديروا واحد الطبقه مهمه ديال الصلصه باش كيجيكم سندويتشات المذاق ديالهم زوين. كندير طبقه ديال الخس هكا من التحت، كندير شرائح ديال البصل كيف ما كتشوفوا خاصو يكون مقطع رقيق جدا،
باش ما كتحسوش بالمذاق ديالو فاش تكونوا هكا كتاكلوا. كندير شرائح ديال مطيشه اولا الطماطم وكنزيد هذيك المعقوده هكا من الفوق صافي، وكنسد عليه وكيكون الساندويتش واجد. غادي نعاود معكم واحد اخر باش تشوفوا الطريقه مزيان. الطريقه ديالهم راه ساهله بزاف، سندويتشات اللي كيوجدوا دغيا دغيا ما كياخذوش منكم الوقت نهائيا. بالنسبه لديك الفلفله عفوا ديك البصله ممكن ايضا تشحروها الا ما بغيتوهاش، اللي ما كيتعجبوش هكا البصله ياكلها هكا في ساندويتش خضراء راه ممكن تصوتيوها مع شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار. وبهكا كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الساندويتش اللي شاركت معكم بالمعقوده، سهل سريع تحضروه في اخر لحظه، تحضروه للغداء او للعشاء او للخرجات او للعمل، سهل سريع في التحضير وكيجي لذيذ بزاف، ما تشبعوش منه. العشاق ديال المعقوده غادي يحماقوا عليه بزاف بزاف. المعقوده كتجي ناشفه وكتجي مقرمشه وما كتجيش شاربه الزيت نهائيا، واكيد كتجي لذيذه بزاف. عطيتكم المقادير بالتفصيل وكيف ما شفتوا حضرناها بدون بيض، مقادير اللي هما بساط وكتجي لذيذه بزاف، احسن بكثير ملي كتباع جاهزه. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الا عجبكم ما تنساوش توصلوا اكبر عدد ديال لي لايك، تشاركوا مع الحباب ديالكم والاصدقاء. ما تنساوش ايضا تزوروا مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والانستغرام وايضا الموقع. بالصحه والراحه، الوصفه قادمه ان شاء الله. في امان الله. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نحضروها هي العجينه. باش كنخليوها كتختمر غنحتاجو 500 غرام ديال الدقيق، ما يعادل 5 ديال الكؤوس، معلقه كبيره ديال السكر، معلقه كبيره ديال خميره الخبز ولا الخميره الفوريه، معلقه صغيره من الملح. غنحتاجو ايضا ربع كاس ديال الزيت النباتيه اللي ممكن تعوضوها بمعلقه ديال الزبده ديروها في الاخير. غنحتاجو ايضا بيضه والصفر غادي نحتفظوا به للدهن، وغادي نحتاجو واحد ياغورت طبيعي من فئه 110 غرام. غنحتاجو ايضا الماء دافي باش غادي نجمعوا العجين على حسب الخليط. بالنسبه لي غادي ندير المكونات كاملين هكا في العجانه وغادي نخليها تعجن في العجانه، وبطبيعه الحال الا بغيتو راه ممكن تعجنوها باليد ديالكم نفس النتيجه. المهم انكم تدلكوا العجينه ديالكم واحد 3 حتى 4 دقائق، كتضيفوا لها الماء شويه بشويه حتى كتشكل عندكم واحد العجينه اللي كتكون طريه كتلتصق شويه في اليدين. صافي هنا من بعد ما تدلكات العجينه مزيان غادي نحولها لواحد البول اللي غادي ندهنو بشويه ديال الزيت اولا ترشوه بالدقيق، حيت العجينه كتكون هكا طريه باش ما كتلصقش لكم في هذاك الاناء اللي غادي تخمروها فيه. صافي غادي نوضع العجينه كيف ما شفتوا العجينه كتكون رخوه كتلتصق شويه في اليدين. غندهنها ايضا بشويه ديال الزيت، نجمعها نغطيها بلاستيك غذائي وبمنديل وغادي نخليها حتى كتختمر، حتى كيتضاعف الحجم ديالها ل3 ديال المرات. في الوقيته اللي العجينه غادي تختمر غادي ندوزو باش نحضروا الحشوه اللي غادي نحتاجو ليها. كندير في المقلاة شويه ديال الزيت النباتيه، وغادي ندير واحد البصله اللي متوسطه اللي مشلضه رقيق، ولا ديروا بصله كبيره. انا كانت عندي هنايا بصله صغيره، درت 2 حبات صغار ديال البصله قطعتهم مربعات صغار، وغادي نخلي هذيك البصيله على النار اللي تكون عاليه ونبقى نحرك فيها حتى كيبدا يتغير اللون ديالها، حتى كتبدا هكا تحمر. بعد ما كتنزل هذيك البصيله غادي نضيف هنايا واحد الصدر ديال الدجاج اللي مقطع مربعات، اللي ممكن تعوضوه بالكفته او لا دانت، كيبقى لكم الاختيار، اولا ديروا نيت الصدر ديال الدجاج وتطحنوه على شكل كفته. صافي دائما النار تكون عاليه وتبقاو مره كتحركوا حتى كيطيب هذاك الدجاج باش ما كيطلقش هكا الماء ديالو. صافي هنايا قبل ما يكمل داك الدجاج الطهي ديالو غادي نضيفوا الخضر، واحد حبه ديال الجزر، حبه ديال الكورجيت اللي محكوكين، ممكن ديروا ايضا فلافل بالالوان. المهم تزيدوا مكون، تنقصوا مكون كيف ما بغيتوا. الحشوه راه ممكن ديروا الحاجات اللي كتفضلوهم، المهم اولا الحاجات اللي متوفرين عندكم. دائما النار تكون عاليه وتبقاو تحركوا مره على مره حتى كيطيبوا هذوك الخضر وكيكمل هذاك الدجاج الطهي ديالو. صافي هنا من بعد ما كيطيب كلشي كندير الزيتون الاخضر اللي مقطع دوائر، وغادي نضيف هنايا الربيع ايضا واحد 2 معالق كبار ديال القزبور ومعدنوس اللي مقطعين، وغادي نضيف التوابل الملح، غنضيف شويه ديال البزار واحد راس معلقه صغيره، غنضيف ايضا راس معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه ديال التحميره. التوابل ما تكثروش بزاف باش ما كيطغاوش على المذاق ديال الحشوه، شويه ديال الثوم المجفف وشويه ديال المطاط الا ما كيعجبكمش ما ديروش، اولا ممكن ديروا ايضا ياغورت طبيعي كيعطي واحد المذاق اللي خطير لهكا الحشوه. صافي غادي نخلط كلشي، نخلي غير واحد نص دقيقه اولا دقيقه يتشرب داك الدجاج ودوك الخضر دوك التوابل. صافي غادي نطفي عليها الحشوه. صافي هنا ملي كنطفي عليها غادي نزيد الفرماج ديال الساندويتش هكا كنقطعو وكنديرو هكا وكنخلط كيذوب غير بديك الحراره ديال الحشوه. الفرماج كيعطي واحد التعليكه واحد المذاق اللي زوين، كل ما كثرتو منه كل ما كتجيكم الحشوه بنينه. بالنسبه ليا درت غير واحد قطعه ديال الجبن ديال الساندويتش حيت الصراحه ما بقاش ليا. كيف ما قلت لكم كل ما كثرتو كل ما كيعطي واحد التعليكه زوينه هكا للحشوه.
صافي هنايا من بعد ما كتختمر العجينه ضروري تخليوها تختمر مزيان. غادي نفرغ منها الهواء وغادي نحطها في طاوله العمل من بعد ما كنرشها بشويه ديال الدقيق، حيت العجينه راها طريه بزاف. وغادي ندوز نقسمها لحصص على حسب واش بغيتو هاد الباكيط او لا الكومير ديروه الحجم ديالو كبير او لا صغير. بالنسبه ليا غادي نديرو الحجم ديالو شويه كبير. بالنسبه ليا قسمت العجينه ل10 ديال الكريات، كيف ما قلت لكم درتو الحجم ديالو شويه كبير. الا بغيتوه صغير غادي ديروا كريات كتار، باش هكا غادي يخرج لكم كميه كثيره وغادي يكون الحجم ديالهم هكا صغير. صافي هنا كنغطيو العجينه باش ما كتشكلش هكا واحد القشره من الفوق، ومباشره كندوزو ما كنخليوش في هذه المرحله كتختمر العجينه. مباشره كنرشو شويه ديال الدقيق وكنبدا نسرح العجينه هكا بشكل طولي. كتسرحوها يا اما غير هكا باليد ديالكم اولا تسرحوها بالمدلك، ماشي كتورقوها بزاف، غير هكا شويه فقط. هنا الحشوه ايضا قسمتها العدد ديال الكريات اللي عندي، قسمت ايضا الحشوه ل10 ديال الحصص باش هكا كتجيني الحشوه قد هكا العجينه. صافي هنايا كندير الحشوه هكا في الوسط، نحاول نعطيها ايضا هكا شكل طولي. صافي غادي ندير شويه ديال الجبن ديال الموتزاريلا ولا ديروا جبن ديال الشيدار، اولا ممكن ايضا تستغناو عليه الا ما بغيتوش ديروا الجبن، تكتفيو غير بداك الجبن اللي درتو في الحشوه. صافي وكنبدا نجمعها هكا بهذه الطريقه هذه، كنسد مزيان باش ما كتفتحش هكا العجينه، راه كتسد لكم هكا بكل سهوله. وحاولوا تعطيوها الشكل ديال الباغيط اولا ديال الكومير. صافي كنضغط عليها هكا شويه، كنبسطها شويه باش ما كيجيش هكا عامر بالبابا وكتجي العجينه اكثر من الحشوه. صافي كنقلبها وكيف ما شفتوا كنبسطها غير هكا شويه، ما ترققوهاش بزاف في نفس الوقت ما تخليوهاش غليظه باش ما كتجيش عامره بالبابا. كنوضعها في الصفيحه ديال الفرن وغادي نكمل دائما بنفس الطريقه نشكلهم هكا كامل. وبالنسبه للفرماج ايضا في الحشوه راه ممكن ديروا حتى الفرماج المثلث اولا المربع، كيعطي واحد المذاق اللي خطير لهاد الحشوه. كيف ما قلت لكم كل ما كثرتوا ودرتوا الفرماج كيعطي واحد التعليكه واحد المذاق اللي زوين. ديروا اي نوع ديال الاجبان متوفرين عندكم. صافي انا غادي نكمل نشكل العجينه كامله بنفس الطريقه، نشكلهم على شكل باغيت وغادي نوضعهم هكا في صفيحه اللي كتدخل للفرن. هنايا خديت صفار البيض اللي احتفظنا به، زدت ليه شويه ديال الخل شويه ديال الحليب وقبصه ديال الملح وخلطت مزيان وغادي ندهن الوجه ديالهم. بالنسبه لي انا في هذه المرحله ما خليتش العجينه تختمر، وممكن ايضا تخمروها الا بغيتو واحد 5 دقائق عاد دهنوهم بالبيض وتدخلوهم للفران، كيبقى لكم الاختيار. انا حيت ما جيت فين نسالي التصوير حتى لقيتهم يعني اختمروا دغيا دغيا، مع التصوير كياخذ شويه ديال الوقت. يعني ما جيت فين نسالي التصوير حتى لقيت هذوك الاولانيين اللي شكلت يعني اختمروا، داكشي علاش ما خليتش العجينه تختمر. وبطبيعه الحال الا بغيتو راه ممكن كيف ما قلت لكم تريحوا العجينه هكا شويه غير واحد 5 دقائق. صافي كندهنهم بداك البيض وكنزين هكا بالزنجله البيض، اولا تزينوا باي حاجه متوفره عندكم، اولا تخليوهم غير هكاك، اولا ديروا لهم هكا خطوط بالغزواغ، كيبقى لكم الاختيار في الطريقه ديال التزيين. وبالنسبه للفران كتسخنوه بطبيعه الحال من قبل بحال غادي طيبوا الخبز، من بعد كتدخلوهم على النار اللي تكون عاليه وكتخليهم حتى كيطيبوا من التحت وكيتحمروا، عاد كتشعلي لهم من الفوق باش كيتحمر هكا الوجه ديالهم. وهنا من بعد ما كتخرجوهم من الفران وهما مازالين سخان كتغطيهم بهكا بواحد المنديل واحد 5 دقائق ولا غير 3 دقائق باش كترجع ليهم هذيك السخونيه وكيبقاو هكا رطبين. فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيف ما شفتوا كيجي اللون ديالهم غزال بزاف، كيجيو خفاف رطبين وكيجيو اكيد لذاذ بزاف. متاكده الا جربتوهم غادي تحماقوا عليهم، كيجيو اكثر من رائعين. وكيف ما شفتوا انا درتهم الحجم ديالهم كبير، الا درتوهم صغار راه غادي يخرجوا لكم واحد الكميه اللي كثيره، كيجيو اكثر من رائعين. ديروهم هكا للعشاء اولا كيف ما قلت لكم تعطيهم الوليدات المدرسه اولا حتى هكا للكوتي، كيجيو زوينين بزاف. ولا ديروهم هكا للضيوف كيجيو شي حاجه اللي زوينه بزاف. كيف ما شفتوا قسمت لكم باش تشوفوا الشكل ديالهم من الداخل، راهم مازالين سخان كيجيو خفاف رطبين وزوينين بزاف. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الى عجبكم ما تنساوش كيف ديما توصلوا لاكبر عدد ديال لي لايك، تشاركوا مع الحباب ديالكم والاصدقاء. ما تنساوش ايضا تزوروا مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والانستغرام وايضا الموقع. بالصحه والراحه الوصفه قادمه ان شاء الله. في امان الله. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجوا المقادير ديال العجين: 500 غرام ديال الدقيق الابيض الفرش الخاص بالحلويات، ما يعادل 5 ديال الكؤوس القياس بكاس ديال العنبه، معلقه كبيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال خميره الخبز ولا الخميره الفوريه، واحد كيس ديال خميره الحلويات من فئه 7 ولا 8 غرام، وملعقه كبيره من الخل. وغادي نحتاجوا الماء دافي باش غادي نجمعوا العجين. بالنسبه للطريقه ديال العجينه هي اللي مهمه باش تلتزموا بها. كناخذوا ديك معلقه ديال الخل كنخلطوها مع خميره الحلويات، وهذا السر ديال هذا الخبز هذا اللي كيخليه يجينا هكا مقرمش من على برا ومن الداخل كيجي هكا مفشفش وكيجي بحال ديال المخابز. صافي كنضيف داك الخل مع
مع الخميره، كنضيف الملح، السكر وخميره الخبز، وغادي نضيف الماء شويه بشويه، ما دافي. غادي نعبر لكم بنفس الكاس. ضفت 2 ديال الكؤوس ديال الماء. العجينه تكون هكا مرخوفه كتلتصق في اليدين، يعني تكون مرخوفه جدا. غادي تشوفوا القوام كيفاش داير، كيفاش شفتوا. في هذه المرحله ما كنعجنوها ما والو، غير كنجمعوها تكون هكا مرخوفه. صافي كنغطيوها بلاستيك وبمنديل وغادي نخليوها ترتاح مده ديال 5 حتى 10 دقائق تقريبا. هنا كيف ما كتشوفون بعد مرور 10 دقائق العجينه كتلاحظوا باللي اختمرت هكا شويه. في هذه المرحله عاد غادي ندوزو نعجنوها وكندلكوها مزيان حتى كتشرب ديك الكميه ديال السوائل وما كتبقاش هكا جاريه بزاف. يا اما تعجنوها في العجانه اولا غير باليد ديالكم. المهم كتعجنوها واحد 2 حتى 3 دقائق تقريبا حتى كتكون تولي عندكم هكا ملسه. صافي كيف ما شفتوا كيكون هذا هو القوام ديالو، ولكن كتبقى شويه كتلتصق في اليدين. دهنتها بالزيت عفوا وجمعتها وغطيتها بلاستيك وبمنديل وخليتها حتى كتختمر مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالها ل3 ديال المرات. هنايا العجينه بعد ما كتختمر ضروري تخليوها مزيان. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا كنفرغ منها الهواء كيف ما شفتوا، وغادي نرش طاوله العمل بالدقيق حيت العجينه راها طريه بزاف كيف ما شفتوا كتلتصق في اليدين. صافي هنا غادي ندوز نقسمها الحصص على حسب الحجم اللي بغيتو ديروا ديال هاد الساندويتشات اولا ديال الخبز ديال الباغيت، واش بغيتوهم كبار اولا متوسطين اولا صغار. بالنسبه ليا غادي نقسم العجين ل8 ديال الكريات، غادي ندير الحجم ديالهم متوسط ماشي هذوك الصغيورين وفي نفس الوقت ماشي داك الباغيت اللي الحجم ديالو كبير. صافي هنا كيف ما شفتوا بالمساعده ديال الدقيق كنحاول انني نشكلهم هكا كريات. حاولوا ديروهم هكا نفس القياس، ممكن توزنوهم الا بغيتو يجيوكم هكا كاملين في نفس القياس. صافي هنا كتوجدوا الطاوه اللي غادي طيبوا فيها الخبز. كتفرشوا ليه الورق ديال الطاي. كناخذ كريه وكنسرحها بشكل طولي. دائما كترشوا شويه ديال الدقيق حيت العجينه راها طريه، وفي نفس الوقت ما تكثروش باش ما كتيبسوش العجينه وكتجينا العجينه مهويه مزيان من الداخل وخفيفه. صافي كيف ما شفتوا كنسرحها بشكل طولي، كنجمع الاطراف وكنشكلها على شكل باغيت وكنضغط عليها غير هكا شويه، ما تبسطوهاش بزاف باش هكا ما كتجيش فيهم البابا بزاف. كنبسطهم غير هكا شويه كيف ما شفتوا. صافي هنا غادي نحتاجوا الحليب وغادي نحتاجوا ايضا السميده رقيقه ولا السميد ناعم جدا. صافي كناخذ الباغيت وكندوز الوجه ديالو في الحليب وكندوزو ايضا في السميده باش كيعطيني هذاك القرمشه من الفوق. كتبقى السميده اختياريه، ممكن ديروا اي نوع ديال الزراره، ديروا الزنجلان، ديروا ديك الخلطه اللي كيكون فيها البوافو وزريعه القرعه، المهم فيها بزاف ديال الحوايج، ديروا اي حاجه بغيتو. المهم صافي نفس الطريقه غادي نديرها الباقي الكريات. دائما كنسرح بشكل طولي، كنجمعها كندوزها في الحليب وفي السميده وكنبدا نحطهم هكا وكنخلي شويه ديال السباس بيناتهم حيت مازال غادي يتزاد الحجم ديالهم، وكنقرصهم غير هكا شويه باش ما كيجيوش هكا عامرين بالبابا من الداخل. المهم ممكن تشكلوهم عاد تبداو تدوزوهم في الحليب وفي السميده. انا هنا مع التصوير كندير وحده بوحده باش هكا كنبين لكم. صافي من بعد ما شكلتهم هكا كاملين غادي ناخذ الغازوار اولا السكين وكندير خطوط بشكل مائل بهذه الطريقه هذه. كنشرطو وغادي نخليه يختمر واحد 5 حتى 10 دقائق تقريبا. المهم حتى كيختمر باش ما يجيكمش مدقص من الداخل. صافي من بعد ما كيختمر مباشره كندخلوه للفران اللي يكون سخون مزيان، النار تكون عاليه، الطريقه العاديه اللي كنطيبوا بها الخبز، وكنخليه حتى كيتحمر من التحت عاد كنشعل ليه من الفوق باش يتحمر الوجه ديالو. وإلا بغيتو هذوك الاطراف يتحمروا كديروا الطاوه في الرف الفوقاني باش هكا كيجي محمر من التحت وكتطلع مع التحميره من الفوق، عاد كتشعلوا ليه من الفوق باش كيتحمر الوجه ديالو. ملي كتخرجوه مباشره كتغطيوه بشي منديل واحد 3 حتى 4 دقائق باش كترجع ليه ديك السخونيه وكيبقى هكا رطب، ولكن راه كيبقى مقرمش من على برا. صافي هنا من بعد ما خرجته من الفرن كيف ما كتشوفوا كيكون بهذا الشكل هذا، كيجي مقرمش من على برا وكياخذ واحد اللوين اللي زوين هكا، وكيجي تماما بحال اللي كيتباع في المخابز الكبرى. كيف ما شفتوا طريقته سهله وناجحه اكيد الا تبعتوا جميع المراحل اللي عطيتكم. غادي نقسم لكم باش تشوفوا الشكل ديالو من الداخل، ما كيجيش فيه قوه البابا من الداخل وكيجي مفشفش، وكيف ما قلت لكم من على برا كيجي مقرمش. غير هنا شويه التصوير كان ناقص، كانت الاضاءه ناقصه ما باينش مزيان، ولكن راه كيجي واخد واحد اللوين اللي كيكون هكا زوين وكيجي مفشفش من الداخل ومقرمش كيف ما قلت لكم من على برا. وهنا بالنسبه للحشوه غادي ندير معكم انا الحشوه ديال بوكاديوس الشمالي اللي كتجي لذيذه بزاف. غنحتاجوا لها هنايا علبه حتى 2 علب ديال الطول اللي كتخليوه بالزيت ديالو. عندي هنايا لانشون اولا ديروا الكاشير، عندي 3 الحبات ديال البيض اللي مسلوق، عندي الخس اللي مغسول منشف ومقطع، عندي مطيشه ايضا اللي محيده لها الزريعه وخليتها بالقشر وقطعتها شرائح رقيقه، واحد البصله اللي صغيره مقطع رقيق جدا، الزيتون الاخضر، وعندي هنايا واحد حبه صغيره ديال الجزر اللي محكوكه في الحكاكه الرقيقه.
وغادي نحتاجو ايضا البطاطا المقليه اولا الفريت، وغادي نحتاجو لاصوص. عندي هنايا واحد 3 المعالق كبار ديال المايونيز، زدت لها شويه ديال الحليب باش كنخففها، واحد 3 المعالق تقريبا، وغادي نزيد ليها شويه ديال داك الجزر اللي محكوك. هاد الصلصه كتجي بنينه بزاف. زدت لها ايضا شويه ديال زيت الزيتون، ممكن ايضا تضيفوا شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، وشويه ديال العسل الحامض. انا اكتفيت بها غير هكا. كتضيفوا زيت الزيتون والحليب حتى كتخففوها هكا شويه، ما كتجيش ثقيله. ممكن تصايبوا صوص مايونيز هكا في الدار كيف ما ممكن تشريوه. صافي هنايا من بعد ما كنفتح داك الخبز ديال الكومير اولا الباغيت، كندهن لاصوص هكا من التحت، كندير الخس، وغادي ندير ايضا مطيشه اولا طماطم. مطيشه ضروري تحيدوا لها الزريعه باش ما كيجيش هذاك الخبز هكا فازك. كتخليو ليها القشر وكتحيدوا غير هكا الزريعه. بالنسبه لهاد الحشوه اللي درت انا، ممكن تنقصوا مكون تزيدوا مكون كيف ما بغيتو. يعني شي مكون اللي ما كانش كيعجبكم ممكن تحيدوه بطبيعه الحال، اولا تزيدوا شي حاجه اللي كتعجبكم. كندير ايضا شويه ديال البصله، شويه ديال خيزو اللي محكوك في الحكاكه الرقيقه، وغادي ندير ايضا الطون كيف ما قلت لكم، كتخليوه بالزيت ديالو باش كيجي الخبز شويه فازك. ممكن بطبيعه الحال اللي ما كيبغيش الزيت ديال الطون انه يحيدها. غادي نضيف ايضا البيض المسلوق اللي قطعته شرائح بهذا الشكل هذا، وغادي نضيف ايضا لانشون اولا الكاشير. غادي نزيد ايضا البطاطا مقليه اولا الفريت، وغادي نزيد شويه ديال لاصوص هكا من الفوق. صافي وكيكون عندي بهذا الشكل هذا كيف ما شفتوا، كيجي عامر تبارك الله وكيجي لذيذ بزاف. ديروا هكا الخرجات. كنزيد شويه ديال الزيتون الاخضر هكا، نسيت ما ضفتوش في الاول. صافي وكيكون عندي واجد كيف ما قلت لكم. بالنسبه للمكونات اللي ضفت انا، ممكن تنقصوا مكون تزيدوا مكون كيف ما بغيتوا. وبالنسبه ايضا الترتيب باش حطيتهم انا، يعني ماشي بالضروره تحطهم بنفس الترتيب، يعني ديروا كل واحد كيعمر بالطريقه اللي بغا وبالحشوه اللي كتعجبو بطبيعه الحال. ولكن جربوا بهاد الحشوه راه كيجي لذيذ بزاف. اللي ما عمرو جربات هاد السندويتشات بهاد الحشوه، جربهم راه كيجي المذاق ديالهم زوين بزاف. يليقوا هكا الخرجات اولا هكا غير كوجبه غداء اولا حتى عشاء، كيجيو زوينين بزاف. صافي بالنسبه لي انا غادي نكمل نعمرهم كاملين بنفس الطريقه. داك الخبز اللي عندي كامل نعمرو بنفس الطريقه، وغادي ندوزو نحضروا العصير. بالنسبه للعصير كناخذ كاسرونه، كندير فيها 2 معالق ونص ديال السكر. بطبيعه الحال زيدوا اولا نقصوا من الكميه ديال السكر. غادي نحتاجوا ايضا هنايا واحد فلون بالنكهه ديال الفاني، اي وزن عندكم. عندي انا غير داك الصغير اللي فيه 2.5 غرام. غادي نضيف ايضا نصف لتر ديال الحليب. كنخلط الكل، عاد كنشعل النار، نبقى مستمره في التحريك لمده ديال 3 حتى 4 دقائق حتى كيغلى الخليط. بعد ما كيغلى صافي كندخلو للثلاجه، اما تصبوه في واحد الاناء اولا تخليوه غير هكا في الكاسرونه وكتخليوه حتى كيبرد وكيجمد. هانتوما من بعد ما تماسك داك الفلون، غادي ناخذو وغادي نوضعوه في الكاس ديال الخلاط. وغادي نحتاجو ايضا هنايا ربع لتر اولا اكثر من ربع لتر ديال عصير البرتقال. كتزيدوا العصير ديال البرتقال على حسب الختوريه اللي بغيتو، واش بغيتو يكون ثقيل اولا خفيف. صافي وكنطحن المكونات كاملين. صافي كيكون عندي العصير واجد، عصير في ثواني وكيجي المذاق ديالو زوين بزاف. صراحه انا كيعجبني بزاف. حضرناه بدون فواكه، اقتصادي وكيجي لذيذ بزاف. فبهكا كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفات اللي شاركت معكم اليوم. كيف ما شفتوا الخبز ديال السندويتشات كيجيو اكثر من رائع، بحال اللي كيتباع تماما في المخابز الكبرى. كيجي مقرمش من على برا ومفشفش من الداخل وشيش. ممكن ديروا منه كونتيتي كثيره وتوضعوه في المجامد، غادي ينفعكم بزاف بزاف. كيجي زوين بزاف. وهاد الحشوه اللي درت معكم حشوه اللي بارده وكتحمق، يليقوا هكا تديوهم هكا للخرجات، يا اما البحر اولا الغابه اولا غير شي خريجه هكا. المهم كيجيو زوينين بزاف. اولا كيف ما قلت لكم حتى الغدا ولا العشاء راه كيجيو اكثر من رائعين، لذاذ بزاف. غادي تجربوهم وغادي تشكروني، متاكده كيجيو لذاذ بزاف. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الى عجبكم ما تنساوش كيف ديما توصلوا لاكبر عدد ديال لايك، تشاركوا مع الحباب ديالكم والاصدقاء. ما تنساوش ايضا تزوروا مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والانستغرام وايضا الموقع. بصحه وراحه، الوصفه قادمه ان شاء الله. في امان الله.